رسالة إلى عزيزي المواطن اللي بيسأل أعمل إيه لو اتحبست في الأسانسير لما الكهرباء تتقطع. أول حاجة هتقلع كل هدومك وهتطلع من شنطتك مايو سبيدو قطعة واحدة هتلبسه عشان تبقى قاعد براحتك، بس خد بالك اوعاك تقلع شرابك من رجلك لأن عيب رجلك تبان. لو معاك سويس نايف أو كازلك هتبدأ تعمل علامة إكس على جدار الأسانسير مع بداية كل دقيقة بتمر عليك، علشان في المستقبل البعيد تقدر تعرف انت مر عليك وقت قد ايه في حبستك اللطيفة دي. حاول تتعرف إنسانيا على زملائك المحبوسين معاك ومد أواصر المحبة والمعرفة ليهم. العبوا مع بعض طاولة أو شطرنج أو بلاي ستيشن أو الإزازة الدوارة ومين يعرف يمكن يحصل نصيب وترتبطوا وتتكاثروا خلال وجودكم جوه الأسانسير. لو اتزنقت وحبيت تعمل بيبي لازم تتبع اتيكيت الطرطرة في المصعد، واللي هو عبارة عن انك بتدي ظهرك لزملائك المحبوسين معاك بزاوية 45 درجة وبتصوب ميتك وبتطلقها على اعلى نقطة موجودة في الجدار علشان المية تاخد وقت طويل قوي على بال ما تنزل للأرض وريحتها تعمي كل اللي حواليك. لكن حذاري انك وانت بتطلق ميتك في الأجواء تطلق معاها آهات الراحة أو بومبا مكتومة ذات صوت متردد. طبعا مفيش مشكلة لو حبيت تنام شويتين على بال ما يفتكروا أهلك وينقذوك، لكن مهم قوي إنك ما تنامش لا بالعرض ولا بالطول، لكن تنام في وضعية الجنين حيث تستلقي على جنبك وركبك تخليها مقفولة على بعضيها ومضمومة على كرشك. أهم حاجة بقى إن لو حد من زمايلك المحبوسين معاك حب هو كمان ينام لازم ياخد نفس الوضعية، ولما ياخدها لازم وهو نايم يبقى ظهره لظهرك، يعني وانت نايم ظهرك ليه ما ينفعش وشه يبقى لظهرك، ها؟ عشان ساعتها الوضع هيبقى مربك قوي. مهم جدا انك تمارس تمارين التأمل عشان تكتسب صلابة نفسية في الموقف المعقد اللي انت فيه ده. من اهم التمارين دي تمرين الشخر للمعرصين بالسين، ها؟ وفي بتركز ذهنيا على صورة اي واحد من معرصين الاعلام اللي على طول الوقت بيلوموك ان انت بتشتكي من بلدك وانك مش واقف جنبها، زي احمد سوسة، البازا فندي بالعكس، نفخة التيهي، عمرو كئيب، مصطفى بقري، محمد علي شر، مصطفى كرسي، لميس الصديدي، يوسف البضيني، خيري مرضان، سيد شنطراوي الهواري وتامر بضين. مع استحضار صورة أي واحد من المعرسين دول هتطلق شخرة قوية عميقة متصلة لمدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن 4 ساعات، وحاول بقدر المستطاع انك تنغم في الشخرة عشان كل الطاقة السلبية اللي عندك تطلع وتتجه بسرعة إلى مؤخرة هؤلاء المعرسين بالسين، ها؟ آخر وأهم حاجة بقى لازم تعملها عشان تحافظ على صحتك النفسية في الحبسة المعفنة دي إنك لازم تحاسبن. أيوة، حاسبن كتير وباستمرار وبقوة على اللي تسبب في وجودك في الوضع المبهج ده. لكن نصيحة، ما تحاسبنش على الصغير، حاسبن على الكبير قوي اللي بغشوميته اتسبب في حبستك المنيلة دي جوه وبره الأسانسير.